في نوع من البشر بيخليك تحس ان انت مجرم لمجرد انك انت عايز ترتاح. يا صاحب شخصية اللون الاخضر، طيبتك اللي بتخليك تشيل هموم الناس بقت هي الحبل اللي بيلف المتلاعب حوالين رقبتك. المتلاعب هنا مش بيأمرك، ده بيستعطفك بمنتهى الذكاء لحد ما تلاقي نفسك بتعمل المستحيل عشان بس تخلص من احساس الذنب اللي هو زرعه جواك. تخيل يا صديقي ان انت شايل شمسية في مطر شديد، واقف بتحمي نفسك، وفجأة جالك زميل وساب شمسيته في البيت بمزاجه، وقف جنبك وبدأ يترعش ويقول لك بصوت حزين: يا بختك يا عماد، شمسيتك كبيرة، انا شكلي هاخد دور برد وهروح المستشفى، والعيال كمان هتتعدي وهتبقى مشكلة. طبعا انت بقلبك الابيض هتميل الشمسيه عليه لحد ما كتفك انت اللي هيغرق. هو هيفضل ناشف ويدعي لك بابتسامه النصر كده. الحقيقه يا عمده ان المطر مش هو اللي غرقك، اللي غرقك هو انك انت عايز تصدق انك مسؤول عن برد واحد كسلان يشيل شمسيته. النهارده بنكشف وش اسمه المبتز العاطفي. في الحلقه دي بنشوف المتلاعب وهو بيستخدم الدراما كأداة ضغط على الأستاذ عماد. مش بيقول لك اعمل لي كذا، لا ده بيقول لك أنا مش عارف أعمل إيه من غيرك. الشغل ده لو ما خلصش النهارده أنا هتبهدل. بيحول عجزه الشخصي لمسؤولية عليك، وبيخليك تحس إن لا بتاعتك هي حكم إعدام عليه. الثغرة هنا هي الضمير الحي بتاعك، هو حي زيادة عن اللزوم. الأستاذ عماد عنده حساسية مفرطة تجاه معاناة الآخرين. المتلاعب بقى عنده رادار للمشاعر، بيعرف يضغط على زرار الذنب عندك. انت مش بتساعده عشان انت عايز تساعده، عشان خوف جواك من الشعور بوجع الضمير اللي هو سببه لك. عشان نحمي بقى الاستاذ عماد من فخ الابتزاز العاطفي هنقول له ايه؟ هقول له: واحد، المسؤوليه الفرديه، فكر نفسك كويس، انا مسؤول عن جوده شغلي مش عن حل مشاكل الناس اللي قرروا يهملوا. اتنين، الفهم المنطقي للموقف، لما يبدا يمثل قدامك الشخص دور الضحيه افهم ان هو ضحيه. اسال نفسك هل هو فعلا عاجز ولا هو بيستغل طيبتي. ثلاثة، التعاطف العقلاني، قول له: انا ما اقدرش، انا مقدر ظروفك بس انا مش هعرف اعمل لك حاجه دلوقتي، انا ممكن اساعدك من بعيد. خليك مشجع بس مش منقذ. المره الجايه لو حد يحاول يرمي عليك شغله اتعاطف معاه بكلمتين حلوين فيهم تشجيع من غير ما تمد ايدك. قول له: قلبي معاك يا حبيبي وعارف انك قدها وهتخلصها بشويه مجهود. وارجع لسكوتك وتركيزك. الابتزاز بينتهي لما الضحيه تبطل تتجاوب مع الدراما. يا استاذ عماد، ميزه قلبك الطيب ما تخليش حد يستخدمها كريموت كنترول بيحركك بيه. القائد الحازم بيعرف يفرق ما بين المحتاج بجد واللي بيمثل الاحتياج. افتكر اللي بيحبك بجد مش هيقبل يريح نفسه ويتعبك. الابتزاز العاطفي كان وجه تقيل، بس الحلقه الجايه هي الاهم لاستاذ عماد. هنشوف حاجه اسمها الصمت العقابي، ازاي المتلاعب بيستخدم التجاهل عشان يكسر الشخص الطيب ويرجعه تحت السيطره. سلام.